ليه جيفارا اتحول لأيقونة ورمز للحرية، ووشه بقى بيتعلق بوسترات في أي مكان بيحصل فيه ثورة؟ الموضوع بدأ برفعة موتوسيكل حصان. والله، جيفارا هو أرجنتيني من أسرة متوسطة، كان طالب في كلية الطب، عيل دحيح يعني. في الأجازة هو وصاحبه قرروا إن هما ينزلوا يلفوا بالمكن ويشقطوا حتة لاتيني كده. لاتيني. ماريا ستالتي ابرافي تشيتشيدي الفيري كوازيفي. فكرتوني بالغالية. طبعا ما فكرتونيش بحاجة ولا نيلة، أنا حبيت أعمل حتة كول كده. لعشاق نظرية المؤامرة، الجملة اللاتيني اللي قلتها دي فيها رسالة مشفرة، روح ترجمها وانت تفهم. المهم جيفارا وهو بيلف بالموتوسيكل في أنحاء القارة لاحظ الفقر الشديد اللي فيه المزارع البسيط والناس الغلابة اللي ماشية في الشارع، واستنتج إن السبب هو الرأسمالية الاستعمارية والقوى العظمى اللي بتنهب موارد القارة بقالها سنين، وقرر إن الثورة العالمية هي الحل. ده بيجي من الآخر، مفيش بقى بيبي ستيبس وصلح من نفسك وكورسات ICDL وكون النسخة التي إذا أصبح عليها الجميع كله هيبقى زي الفل. ما عندوش هو الكلام ده كله، ثورة عالمية على طول. روح البيت وحضر الشنط. أبوه قال له أنت رايح فين يلا؟ قال له بس أنا هعمل ثورة في العالم وبتاع. فقال ربنا يعوض عليها عوض الصابرين. شاطر، انزل هات لي حجرين قص بقى. البرج يلا مش الأسطورة. أول أكشن جيفارا حضره كان في جواتيمالا، كان فيها رئيس اسمه جاكوبو بيعمل إصلاحات للطبقة الفقيرة هناك. فجيفارا سافر كده، حب يشوف الحلول السلمية دي بتنفع ولا لأ. هو مش من أول يوم كده كان مؤمن بالكفاح المسلح وبتاع، الموضوع خد معاه مراحل. بس للأسف حصل انقلاب على جاكوبو مدعوم من أمريكا اللي عايزة تحافظ على مصالحها في جواتيمالا. فمن ساعتها جيفارا اقتنع إن أمريكا هي سبب خراب القارة اللاتينية كلها، وإنها طبيعي مش هتسيب أي نظام يغير بلده لصالح الغلابة. ومن وقتها في اللحظة دي اقتنع ان الثورات السلمية مش كفاية، لازم سلاح، انت بتواجه قوة عظمى. بعد ما جواتيمالا اتخربت راح المكسيك، لانها كانت يعني زي وسط البلد كده بيتجمع فيها كل الثورجية من انحاء القارة اللاتينية، قهوة البستان بتاعت القارة. وهناك قابل الكوبي فيديل كاسترو اللي كان بيحضر لثورة في كوبا. الله انا جاي معاك. هتقولي يعني هو ساب الارجنتين بلده راح جواتيمالا وبعد كده المكسيك وبعد كده كوبا؟ بص، هو راشق في اي حته فيها ناس عايزه تعمل قلق لصالح الغلابه، هو كرس حياته للموضوع ده. قعد جيفارا وكاسترو يتدربوا في المكسيك ومعاهم 80 مقاتل لغايه ما حسوا ان هم جاهزين. خدوا مركب واتجهوا على سواحل كوبا، بس للاسف لقوا الجيش الكوبي مستنيهم وفتح عليهم النار. اتصفوا كلهم ما عدا 20 واحد نجحوا ان هم يوصلوا للساحل ويستخبوا في الجبال، وقعدوا بقى في حرب عصابات مع الجيش الكوبي سنين. هتقولي حرب ايه ده، هم 20 واحد بس. ما هو كوبا كان ماسكها ديكتاتور اسمه باتيستا، فالفلاحين اللي طالع عينيهم والمثقفين وشوية عسكريين في كوبا من المعارضة أول ما عرفوا إن في حركة ضد النظام انضموا ليهم. وبعد سنين حرب عصابات ونوش، باتيستا زهق منهم، هرب من كوبا، قدم استقالته المكمان ومشي. مش ممكن كوميديا التسعينات دي صعبة أوي. بس يا سيدي، بعد ما الثورة نجحت في كوبا كاسترو مسك الحكم وعين جيفارا وزير صناعة وممثل لكوبا في الأمم المتحدة، رغم إن هو أرجنتيني مش كوبي يعني أجنبي. بس دوره في الثورة الكوبية كان أكوب من الكوبيين نفسهم. كوزير صناعة جيفارا ركز على التصنيع المحلي وبدأ تدريجيا يستغنى عن أي عمليات استيراد. وفي الأمم المتحدة قال الكلمة بتاعته أينما وجد الظلم سنقاتل. في ريحة ناصرية في الموضوع، مش عارف انت حاسس بيها ولا لأ، بس نفس القناعات ونفس الفكر. المهم انه بعد فترة زهق من قعدة المكاتب والتكييف، ولقى ان كاسترو بيعمل تحالفات سياسية مع السوفيت اللي هو برضو ما كانش مقتنع بيهم، لانهم في نظره زي امريكا قوة عظمى وليها اطماع، وكان مؤمن ان الثورة فعل مستمر، هو عايز اكشن على طول. سمع ان في نوش في الكونغو ناس بتثور على حاكم مستبد، راح راشق في الحوار، بس اتهزم هناك للأسف ورجع كوبا تاني شوية، وقرر ان هو عايز يعمل ثورة في امريكا اللاتينية كلها دولة دولة ويخلص من النفوذ الامريكي في المنطقة، واختار يبدأ من بوليفيا. اشمعنى بوليفيا؟ عشان موقعها الجغرافي، هي في نص القارة بالظبط، وفيها شعب فقير برضه طالع عينيه، وحاكم ديكتاتور مدعوم من امريكا، وفيها جبال وتضاريس حلوة يقدر يعمل فيها حرب عصابات زي ما عمل في كوبا ضد باتيستا. جهز نفسه واستقال من الوزارة في كوبا، وكتب لهم رسالة قال لهم أنا أديت واجبي نحو الثورة الكوبية،
جه الوقت ان انا اساعد ناس تانية مظلومة. حلق دقنه وغير شكله ودخل بوليفيا باسم وجواز سفر مضروبين، وبدأ يكون خلية ثورية من جوه بوليفيا. بس الحوار ما نجحش، واتحاصر هو والمجموعة اللي كانت معاه في الجبال واتقبض عليه واتعدم تاني يوم. ليه بقى الموضوع ما نجحش؟ عشان هو كان عبيط شوية بصراحة، هو ما درسش الموضوع كويس. الثورة نجحت في كوبا لأن كان في واحد كوبي ابن البلد فيها، كاسترو. فالغلابة والمعارضين دعموا الثورة دي، لأن خلاص أول ما الثورة تنجح ابن البلد ده هيمسك الحكم. إنما في بوليفيا هو كان يعتبر واحد أجنبي استقطب شوية فلاحين ومعارضين، فالبوليفيين ما كانش فيه إقبال قوي على الاشتراك معاه. ده غير إن رئيس بوليفيا كان مدعوم جدا من أمريكا والCIA، فعرفوا ينهوا الحوار في يومين. طبعا دفنوه في مكان سري علشان ما يتحولش لرمز، بس بعدها بسنين نقلوا رفاته لكوبا واتدفن هناك. ليه بقى هو رمز للحرية والتمرد والثورة والكلام ده كله؟ لأنه كان مؤمن فعلا بموضوع نصر الغلابة والمظلومين. هو إيه اللي يخلي واحد يسيب الوزارة في كوبا والمكانة الاجتماعية وحب الناس؟ هو كان يعتبر بطل قومي هناك، بس ساب كل ده وقرر يشارك بنفسه بإيده في حرب للناس مظلومة في بلد تانية. المفارقة في الموضوع إنه كان من أكبر كارهي الرأسمالية، وهو أصلا نفسه اتحول لمنتج تجاري. وشه بقى التيشيرت المفضل، وحظاظة وبوستر بيعلقوا الشباب الأمريكي الجامعي المثقف اللي بيفايت ذا سيستم، ومقضينها هاش وبينك فلويد. أحمد فؤاد نجم كتب عنه قصيدة قوية جدا اسمها جيفارا مات، وأحمد سعد غناها تقريبا يعني أيام ما كان راجل. وأخيرا Se tibi non piace, ma te tua saltatrix mentre seste. وانت حر.